والياسمين على جمهور الجميل. وتعالوا نشوف بقى الفيديو ده العشاء بتاعنا هنعمله ايه. اول حاجة بنحط كوباية الدقيق دي وبنغربلها، وتعالوا نشوف بعد كوباية الدقيق هنحط ايه تاني. وبعد كده بنحط رشة فلفل اسود ورشة ملح، رشة ملح صغيرة. انا ما بحبش اضيف للمعجنات يعني توابل كتير. تمام بس كده. يا جماعة دلوقتي انا مش هقول لكم انا بعمل ايه، هسيبكم انتوا تقولوا لي بنفسكم انا بعمل ايه. بعد كده طبعا بعد ما حطينا رشة الملح ورشة الفلفل الاسود، جبت المعلقة الخشب دي واقلب كل المكونات في بعضيها كده. وبعد كده بحط كوباية اللبن واقلب كوباية اللبن كده في بعضيها. تمام. ودي طبعا مليكة كانت بتساعدني وانا بعمل الوصفة بتاعتنا. تمام. نقلب كل المكونات كده. تمام. قلب كل المكونات. ودي مليكة طبعا كانت بتعمل معايا، وجبت بيضة احطها على المكونات بتاعتنا. ودي كانت مكة بقى بتقلب باقي المكونات وبرضه الخلطة بتاعتنا. وقولوا لي بقى انا بعمل ايه. بس وجايبه لحمه مفرومه وجايبه جبنه موتزاريلا، وهنشوف طبعا هنعمل بهم ايه. مش هقول لكم الا في اخر الفيديو. تابعوا معايا الفيديو للاخر عشان تعرفوا احنا بنعمل ايه. طبعا اللحمه المفرومه دي هنعصجها وهنشوف برضو هنعمل ايه. وكده يا اخواتي انا كنت فرمت البصل في الكبه وحطيت معلقه سمن، وكمان احط شويه زيت صغيره اهو. وقطعت كمان فلفل رومي احطه على اللحمه اللي انا هعصجها. انا بحب احط فلفل رومي على اللحمه. وحطيت بقى اللحمه المفرومه. طبعا انتوا عارفين تعصيج اللحمه ازاي، وبتعرفوا تعملوا اكل طبعا احسن مني. كده يا اخواتي عصجنا اللحمه بتاعتنا اهو. وحطيت لها توم باودر وبصل باودر وفلفل اسود وملح ونص واحدة مرقة، وطبعا سنة كاتشب وبابريكا. اللي مش حابب طبعا يحط مرقة عادي. وكده جبت الطاسة بتاعتي ما فيهاش طبعا ما بتلزقش. جبت الطاسة بتاعتي ما فيهاش طبعا ما بتلزقش. الطاسه تكون ما بتلزقش، وحطيت فيها سنه زيت. وكده انتوا طبعا لغايه ما وصلنا هنا اوعوا تنسوا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس على الكل وتحطوا لايك حلو منكم، كومنت جميل منكم عشان يوصلكوا كل فيديو انزله. تمام. وكده انتوا عرفتوا طبعا الوصفه دي هي. جبت الخلطه بتاعتنا اللي عملناها اول الفيديو، وهصب طبعا اجيب حاجه كده احط بيها واصبها كده واوزع كل الكميه دي كده، هوزعها في الطاسه. وده طبعا انتوا عرفتوا هو ايه اللي بنشتريه غالي جدا من بره هنعمله في البيت. دي بقى طريقه عمل الكريب بكل سهوله. دي كانت وصفتنا النهارده. طبعا كل كوبايه دقيق بتاخد كوبايه لبن وبتاخد بيضه، وطبعا سنة رشة فلفل اسود ورشة ملح. شايفين ما شاء الله العجينة نافشة معانا عشان العجينة كويسة حلوة. هسيبكم بقى من منظر الشكل دوت. دي اول كبداية طبعا. بوزعها كده تطلع متساوية. ودي طبعا تاني كريبايه معايا. اخلص كل كمية الكريب دوت وارجع لكم تاني.
وبكده يا اخواتي خلصنا كل كمية الكريب. تعالوا نشوف هنعمل ايه تاني. بنجيب الكريباية كده وبنحط فيها اللحمة بتاعتنا زي ما انتوا شايفين اهو. اللحمة بتاعتنا اهي. بعد كده بنجيب الجبنة الموتزاريلا ونحطها عليها سنة صغيرة كده وبنطبقها بالشكل ده اهو. انتوا براحتكم بقى، عايزين تعملوها بشكل غير كده براحتكم. انا هطبقها بالشكل ده كده تمام اهو. طبقت اكمل كل الكميه دي وارجع لكم تاني. اخلص كل ده اخلص كل الكميه دي وارجع لكم تاني. حطيتها تاني زي ما انتوا شايفين اهو عشان الجبنه الموتزاريلا اللي حطيتها. وبكده يا ست الكل خلصنا وصفتنا. يلا ما تكسليش، قومي اعمليها لاولادك هيفرحوا بها جدا جدا. سهله وبسيطه وممكن تعمليها للمدرسه او للحضانه تحطها لهم في اللانش بوكس. وصفه سهله وسريعه وان شاء الله تعجبك. وده الكاتشب بتاعنا. الكاتشب ده انا عاملاه في البيت على فكره. اشوفكم في يوم جميل، يوم سعيد مليء بالصحه والسلامه والسعاده. وما تنسوش تشتركوا في القناه وتحطوا لي اللايك. اللي مش هيحط اللايك هزعل منه. مع الف سلامه يا اخواتي، اشوفكم في يوم جديد ان شاء الله وروتين جديد.